احنا موجود عندنا ايه؟ قال لك درس بيتكلم عن الحمايه البريطانيه. الحمايه البريطانيه ده ايه؟ قال لك دي جزء اصبحت انجلترا لها الحق الكامل في انها تستغل موارد مصر، يعني دي الحمايه البريطانيه، تمام؟ فبالتالي انجلترا قعدت في مصر خلاص ما عادش ماشيه. الحمايه ده حصلت امتى؟ قال لك في ديسمبر سنه 1914. الحوار كله بدا من امتى؟ ما تيجي كده نرجع بالذاكره لورا خالص. قال لك الكلام ده من سنه 1914 ل 1918. حصل مشكله ان هو اسمها حرب عالميه اولى. ايه ده يا استاذ لو سمحت؟ حرب عالميه اولى؟ قال لك الكلام ده حصل فين؟ قال لك حصل في اوروبا وعلى ساحل البحر المتوسط عندنا، فبالتالي يحصل مشكله سميت بالحرب العالميه الاولى. الكلام ده حصل ليه؟ او مين اللي بيحارب؟ اللي بيحارب دول الحلفاء قصاد دول المحور او المركز. دول الحلفاء. مين الحلفاء؟ قال لك الحلفاء ده كان موجود فيهم مين؟ انجلترا وفرنسا ودول كتير. طب دول المركز؟ قال لك من ضمنهم المانيا ومن ضمنهم الدوله العثمانيه. يا نهار ابيض، ثواني بقى يا استاذ، هي الحرب دي قامت ليه؟ الحرب دي قال لك هي نهايه كل الحروب. نهايه كل الحروب ده كارثه كبيره، بيجي من بعدها حرب ثانيه. اللي حصل ان انا كان عندي دولتين، دوله اسمها صربيا ودوله ثانيه اسمها النمسا. صربيا دي راحت قتلت، اسمع معايا، راحت قتلت واحد من النمسا. ده كان مين؟ قال لك ده كان وزير الخارجيه بتاعتهم تقريبا او حاجه زي كده، فقتلته. فلما قتلته قامت الحرب ما بين ده وما بين ده، ما بين النمسا وما بين ايه؟ صربيا. يعني الحرب كلها قامت عشان خاطر واحد اتقتل. فلما اتقتل قامت الحرب دي. دول الحلفاء قصاد دول المحور. ركز في دول الحلفاء كده هتلاقي عندك انجلترا، وركز في المحور هتلاقي عندك الدوله العثمانيه. ايه ده؟ هو مش الدوله العثمانيه دي هي اللي كانت بتستعين بانجلترا عشان تخرج فرنسا؟ قال لك دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ بقوا ضد بعض وبيحاربوا بعض. في الوقت اللي احنا فيه او في الحرب اللي حصلت، قال لك ان انجلترا دي كانت بتاخد موارد من مصر كتير قوي، كانت عاملاها مركز للحرب وكانت بتاخد جنود وجنود كتيره ماتوا. فبالتالي ايه اللي حصل؟ قال لك ان اللي حصل هنا مشكله كبيره. انجلترا بدات تستنزف من موارد مصر. بعد ما استنزفت الموارد يصحى بقى الشعب المصري، يلا يا باشا هنعمل ايه؟ سعد زغلول. سعد زغلول مين؟ سعد زغلول ده قال لك سعد زغلول ده كان رئيس حزب اسمه حزب الوفد المصري. حزب الوفد هو الرئيس بتاعه. سعد زغلول يقوم رايح يقول لهم استنوا بقى، احنا عايزين نخرج انجلترا باي طريقه، عندنا مطالبات. هتروح لمين؟ هروح للسلطه الفعليه اللي كانت موجوده في مصر. مين السلطه الفعليه؟ المعتمد البريطاني. اسمه اتغير بقى اسمه المعتمد السامي البريطاني. يبقى سعد زغلول هيذهب الى المعتمد السامي البريطاني. كان اسمه ايه بقى؟ احنا قلنا ان اللورد كرومر اتشال بعد حادثه مين؟ حادثه دنشواك. يجي من بعده مين؟ قال لك واحد اسمه السير وينجت. يروح له يقول له يا عم وينجت عايز ايه يا سعد زغلول؟ بيقول له انا ليا طلبات. ايه هي طلباتك يا سعد؟ قال له اولا الغاء الحمايه البريطانيه عن مصر اللي فرضتها انجلترا في ديسمبر سنه 1914. قال له حاضر يا سعد. ثانيا الغاء الاحكام العرفيه. ثالثا الغاء الرقابه على الصحف والمطبوعات. طب هو ليه عايز يلغي الرقابه على الصحف والمطبوعات؟ عشان ينشر للناس. رابعا الاستقلال التام. خامسا وده الاهم السماح بالسفر الى مؤتمر الصلح في باريس. استنى يا استاذ لو سمحت، هو مين مؤتمر الصلح ده؟ قال لك المؤتمر ده حصل لما الناس دي فضلت تضرب في بعض كتير قوي، فقال لك استنى احنا عايزين نصالح دول الحلفاء على دول المحور في مؤتمر اسمه مؤتمر الصلح. كان موجود فين؟ في باريس. هم عايزين يروحوا المؤتمر ده. طب انت عايز تروح المؤتمر ليه؟ قال لك عشان خاطر اعرض المطالب بتاعتي. فالسير وينجت هنا اما قال له يا سعد يا زغلول، قال له نعم. قال له هو انت معاك توكيلات من الشعب المصري؟ عارف التوكيلات؟ الشعب عامل لك توكيل، الامه المصريه عامله لك توكيل. قال له يا جماعه، قال له خلاص انت مش هينفع تروح او تذهب غير لما تعمل حاجه اسمها توكيلات، تجمع توكيلات يا سعد. قال له حاضر من هنا الاثنين. والشعب قال لك الامه المصريه عملت لسعد زغلول توكيلات، بقى هو الوكيل اللي يتكلم عنهم. شفت بقى؟ يعني هو اللي بيتكلم عن الامه المصريه كلها. السلام عليك يا سعد يا زغلول. طيب بعد كده ايه اللي يحصل؟ قال لك يذهب تاني الى السير وينج يقول له يا عم وينجت انا جمعت التوكيلات اللي انت كنت عايزها، عايز حاجه ثانيه؟ قال له لا بس انا مش هسفرك لباريس. ليه؟ لان انا كنت عامل اصلا التوكيلات دي حجه عشان اسجنك بيها او عشان خاطر انفيك. وقال لك النتائج هنا، قال لك نفي سعد زغلول المره الاولى الى جزيره مالطا. يبقى هو نفى سعد زغلول واعضاء الحزب اللي كانوا موجودين معاه الى جزيره مالطا. يبقى هو هنا وافق ان هو يسفره لباريس؟ قال لك لا ما وافقش، ده هو راح قال له ايه؟ نفي سعد الى جزيره مالطا، ودي كانت اول مره يتنفي. يبقى دي المره الاولى. فده بيقول لك كانت الشراره بقى اللي خلت المصريين يعملوا ثوره ضد مين؟ ضد الصير وضد انجلترا بريطانيا. طب تعمل ايه بقى؟ قال لك اول حاجه لازم اعرفها قبل ما ابدا احداث الثوره، وهي عوامل قيام الثوره او اسبابها. عند 4 عوامل. دي كانت الشراره. يعني ايه الشراره؟ يعني ده كان الحافز اللي يخليهم يطلعوا يعملوا الثوره. طب يلا يا باشا ابدا. اولا ازدياد النمو الوعي القومي لدى المصريين. المصريين بقى عندهم نمو اكتر، فبالتالي
فبالتالي عايزين يتحرروا عن مين؟ عن انجلترا. ثانيا الاجراءات العنيفه التي اتخذتها سلطات الاحتلال في الحرب العالميه الاولى سنه 1914، كانوا بياخدوا من عندنا جنود وكانوا بيموتوا، دي كانت مشكله. رقم 3 ادعاء انجلترا وحلفائها انها تحارب من اجل ايه؟ قال لك حريه الشعوب واستقلالهم. ايه الكذب ده؟ رقم 4 ودي المهمه قوي، وده اللي عشان خاطرها كانوا عايزين يسافروا لمؤتمر الصلح. قال لك اعلان الرئيس الامريكي كان اسمه ويلسون، مبادئه ال 14 كانت من ضمن المبادئ دي حاجه بتقول ان الشعب من حقه ان هو يقرر مصيره. يعني ايه يقرر مصيره؟ يعني الشعب من حقه ان هو يستقل او ما يستقل، لازم الشعب يقرر مصيره. ده مين اللي قال الكلام ده؟ ويلسون، الرئيس الامريكي ويلسون. فبدات تحصل الثوره، وحصلت الثوره. الثوره انطلقت منين؟ قال لك بدات من اصغر واحد كان موجود في جامعه الازهر، وبدات تنتشر ما بين بقى الفلاحين والعمال والمراه والرجل والمسيحي والمسلم. فعشان كده يجي يقول لك ان ثوره 19 كانت ثوره شعبيه. ليه؟ هم قالوا لان شارك فيها جميع طوائف المجتمع، شاركوا فيها كلها، فاصبحت ايه؟ طب وده بيدل على ايه؟ بيدل على الوحده الوطنيه اللي حصلت في مصر في الوقت ده. والثوره انطلقت. اول ما الثوره بدات انجلترا لسه طالعه منين؟ من حرب ومش عايزه وجع دماغ، احنا زهقنا بقى. قالت لهم استنى، انا هعمل لكم المطالب اللي انتوا عايزينها. اول حاجه انجلترا من ضمن نتائج الثوره دي مهمه قوي اهو، نتائج الثوره. تعملي ايه بقى يا انجلترا؟ اولا عينوا واحد تاني مكان السير وينجت، كان اسمه الجنرال اللينبي بالنون. ثانيا ودي المهمه، قال لك راحوا جابوا سعد زغلول تاني. قال لا ما كمل اول، هو انتوا لازم تنفوه؟ كمل اول ولا لازم نعمل لكم ثوره ونهزقكم؟ ثالثا ودي بقى المهمه، السماح لسعد زغلول ورفقائه بالسفر الى مؤتمر الصلح فين؟ في باريس. يبقى الثوره جابت نتيجه ولا لا؟ جابت نتيجه. انتوا عارفين هم نفوا سعد زغلول في شهر كام؟ قال لك نفوه في شهر 3 سنه 1919. نركز كده في الشهور، تمام؟ ورجعوه تاني في شهر 4. يعني الثوره نجحت في اقل من ايه؟ من شهر. اقل من شهر الثوره نجحت. رجعوه تاني في شهر 4 سنه 1919. اولا احنا نجيبها بقى زي ما قلت، عزل السير وينجت وتعيين الجنرال اللينبي بالنون، الافراج عن سعد زغلول ورفاقه في شهر 4 سنة 1919 اللي هو شهر إبريل. رقم 3 السماح لسعد زغلول ورفاقه بالسفر إلى مؤتمر الصلح في باريس. يبقى دي النتائج. نتائج إيه؟ على فكرة ممكن ما احفظهاش خالص، لو عرفت الأحداث ما احفظهاش. الأحداث بتقول إيه؟ إن الراجل ده أهو ما رضاش يخلي سعد زغلول يسافر فعزلوه. طب سعد زغلول اتعزل إلى جزيرة مالطا فرجعوه. طيب سعد زغلول ما كانوش عايزين يروح مؤتمر الصلح فودوه. شفتوا بقى؟ بدل ما احفظها ابقى عارفها. يبقى اولا عزل السير وينجت وتعيين مكان واحد اسمه جنرال اللينبي. 2 الافراج عن سعد زغلول ورفاقه في شهر 4 سنه 1919. السماح لسعد زغلول ورفاقه بالسفر الى مؤتمر مين؟ اللي كان موجود فين؟ في باريس. ركز معايا، مؤتمر الصلح الرئيس الامريكي كان بيقول ايه؟ ان من حق الشعوب في تقرير مصيرها. اول ما راحوا المؤتمر الصلح حصلت مشكله. ايه هو؟ قال لك ان مؤتمر الصلح اعترف بالحمايه البريطانيه عن مصر. يا لهوي، انت اعترفت بالحمايه؟ يعني هو اعترف ان مصر دي تابع انجلترا خلاص رسمي. واللي صدق على الكلام ده مين؟ ويلسون، اللي هو بنفسه كان بيقول ان من حق الشعب تقرير ايه؟ مصيره. هو ده كده انت كده بتنفذ كلامك؟ قال لك ما بينفذش اي حاجه. تمام. فبالتالي دي مشكله حصلت. يبقى كده لما اقول ايه نتائج مؤتمر الصلح، هو قايب خيب مؤتمر الصلح آمال المصريين واعترف بالحمايه البريطانيه على مين؟ اعترف بالحمايه البريطانيه على مصر. يا الله، عشان عملنا لكم اللي انتوا عايزينه. يلا احنا كده ايه؟ الجنرال اللينبي عدى العيب وازح. احنا قلنا لكم خلاص اهو انتوا سافرتوا، ولكن مؤتمر الصلح اللي موافق هو اللي خيب امالكم، احنا مالناش دعوه. فانجلترا بقى عايزه تتفاوض مع مين؟ تتفاوض مع المصريين، مش عايزه تخش في حرب. الوضع مش حلو. الوضع بيقول ايه؟ ان المصريين عايزين انجلترا تخرج باي طريقه من مصر، فانجلترا عايز تهدي الوضع. تقوم راح عامله ايه؟ تقوم راح بعت وزير المستعمرات البريطاني. بعت ليه؟ عشان يتفاوض مع الشعب. يا نهار ابيض، انت بعت وزير الاستعمارات البريطاني عشان يتفاوض مع الشعب المصري؟ كان اسمه ايه؟ اسمه ميلنر. كان اسمه ايه؟ ميلنر ده كان جاي يتفاوض مع الشعب. الكلام ده سنة كام يا ميلنر؟ قال لك في شهر 12 سنة 1919. لسه احنا ما مشيناش. لجنة ميلنر ده هو كان ايه؟ رئيس
المستعمرات البريطاني. يلا يا ميلنر اتفاوض. الشعب المصري قال له يا ميلنر احنا مش هنتفاوض معاه. ليه؟ فاكرين الشعب المصري كان عامل ايه لسعد زغلول؟ توكيلات. يبقى كده لما اسال سؤال هو ليه الشعب المصري رفض ان هو يتفاوض مع لجنه ميلنر؟ هقوم قايل له لانه لو تفاوض مع ميلنر معنى كده ان هو بيلغي التوكيلات اللي هو عاملها لمين؟ لسعد زغلول، فبالتالي ما تفاوضش معاه. معنى كده ان انا اروح اتفاوض مع مين يا شباب؟ قال له لا انت رحت تتفاوض مع سعد زغلول. روح اتفاوض مع سعد يا عم الحاج. قال له حاضر معناه الاثنين. فميلنر راح اتفاوض مع سعد. ميلنر وافق فراح لسعد. قال لك ان المفاوضات اللي حصلت ما بينهم انتهت بحاجه اسمها مشروع معاهده. الله عليك، هنعمل معاهده؟ المعاهده دي هتخلي مصر مستقله؟ قال لك ولكن في مشكله، الاستقلال هيبقى استقلال سوري على الورق فقط لا غير. انجلترا هتمشي؟ قال لك لا، فبالتالي استقلال سوريا. هي المعاهده كانت بتنص على كده. يبقى انتهت المفاوضات بمشروع معاهده. المعاهده هتبقى ايه؟ قال لك استقلال مصر سوريا. هل الشعب هيوافق؟ قال لك الشعب المصري يلا يا شعب موافق على الكلام اللي سعد عمله ولا لا؟ قال لك لا، نو مش موافق. ليه يا شعب يا مصري؟ قال لك لان المعاهده بتنص على استقلال مصر سوريا. الله، يعني على الورق. يعني الشعب لو كان وافق كانت مصر استقلت سوريا. فلجنه ميلنر كده نجحت ولا فشلت؟ فشلت لان الشعب رفض. هتفضل بقى المشاكل موجوده في مصر ويخرجوا انجلترا ويحصل مشكله من هنا ومشكله من هنا لحد ما انجلترا تبعت ناس تاني. بس المره دي احنا اللي كنا عايزين نعمل. انجلترا هتبعت مين؟ هتبعت المره دي وزير الخارجيه البريطاني، كان اسمه ايه؟ كيرزون. تمام؟ مفاوضات ما بين واحد اسمه كيرزون ده وزير الخارجيه البريطاني وما بين رئيس الوزراء المصري كان اسمه ايه في الوقت ده؟ اسمه عدلي يكن. مفاوضات هتحصل ما بينهم، عشان كده المفاوضات دي سميت بمفاوضات عدلي كيرزون. تمام؟ يبقى المفاوضات سميت بمفاوضات ايه؟ عدلي كيرزون على اسمائهم. ففضلت المفاوضات. المفاوضات دي كان عدلي يكن كان عايز ايه؟ قال لك عدلي يكن كان عايز من وزير الخارجيه ده ان هو يعمل حاجه اسمها دستور يحقق بيه امان المصريين. عايزين نعمل قانون نحقق بيه الامان بتاعتنا. يبقى كده عدلي يكن عايز من وزير الخارجيه البريطاني ان هو يعمل معاه او يتفاوض معاه في انه يعمل دستور للشعب المصري يحقق امان المصريين. هو اصلا عدلي يكن ده تولى الوزاره امتى؟ او حصلت المفاوضات دي امتى؟ عدلي يكن تولى الوزاره في شهر 3 اللي هو مارس سنه 1921، يعني بعد مفاوضات ميلنر تقريبا بسنه. فبالتالي يحصل ايه؟ قال لك المفاوضات دي فشلت. عدلي يكن ما عرفش يعمل حاجه مع وزير الخارجيه البريطاني. وزير الخارجيه البريطاني ده هو رئيس الوزراء المصري، ما عرفش يعمل معاه حاجه. فقال لك للاسف فشلت المفاوضات ولم تصل الى اي نتيجه. فده ادت لايه؟ ادت لحاجتين. يبقى المفاوضات لما فشلت ادت لحاجتين. الحاجه الاولى استقاله عدلي يكن من الوزاره. قمص خلاص انا ما عادش عايز منكم حاجه، والله ما هعدقوا فيه. مشى انه ما عرفش يحقق اللي هو عايزه. 2 رفض رجال السياسه تشكيل حكومه جديده. والاهم من كل ده ان هم راحوا للمره الثانيه نافي سعد زغلول للمرة الثانية إلى جزيرة سيشل. هم كده بتهزروا وكده بتلعبوا قلة أدب يا إنجلترا. مش هينفع الكلام اللي أنتوا بتعمليه ده. الشعب يسكت؟ لا، تتجدد الثورة مرة أخرى. ما هو أنتوا هتنفوا سعد، إحنا هنعمل ثورة. تعمل ثورة مرة تانية، بس المرة دي الثورة كانت أقوى. إزاي؟ الشعب المصري هنا شغل دماغه. بدل ما نطلع بقى ونهتف ونقول سعد سعد يحيى سعد، لا مفيش الكلام ده. احنا هنعمل حاجه احسن من كل ده. هتعمل ايه؟ مقاطعه البضائع البريطانيه. الله، انتوا هتقطعوا كل البضائع اللي بريطانيا بتعملها؟ فلما قطع البضاعه دي بريطانيا غصب عنها هتضطر ان هي تفرج عن ايه؟ قال لك الافراج عن سعد زغلول مره. هو ليه بعيال يا جدعان؟ هو سعد ده شغال عندكم، بس الشعب هو اللي بيعمل. فعلا الكلمه دي طلعت حقيقه. حق الشعب ممكن يقرر مصيره. الشعب لما عايز سعد زغلول في المره الاولى ان هو يرجع رجعوه وعملوا ثوره، في المره الثانيه ان هو يرجع برضه رجعوه وعملوا ثوره. بس المره دي الثوره كانت تشغيل دماغ، مقاطعه البضائع المصريه
البريطانيه، وفعلا قطعوها. فلما قطعوها انجلترا هنصرف منين؟ بضاعتنا هتبوظ، فلازم نبيعها. لا افرجوا عن سعر. فلما افرجوا عن سعر بريطانيا قالت لك احنا زهقنا من الحوار اللي انتوا قاعدين بتعملوه وانا اتخنقت منكم. ايه يا بريطانيا عايزه ايه؟ قالت لهم انا داخله على حرب ثانيه، فلازم نهدي كل الاوضاع اللي بتحصل دي. هديها ازاي؟ قال لك نعمل حاجه اسمها تصريح 28 فبراير سنه 1922. ركز بقى في التصريح كده، عشان التصريح ده حلو قوي ووحش قوي وزي الزفت جدا. تعال نشوف. يعني وحش قوي. قال لك اولا كان له نصوص، ده طبعا ده لازم. ثانيا كان له شروط اسمها تحفظات. ثالثا وده الاهم، النتائج. تحفظاته كانت 4، نتائجه كانت 3. النصوص قال لك اولا، ركز كده معايا، النصوص هنا اولا، شوف بقى يا مصريين هنعمل لكم انتوا عايزين، كل اللي انتوا عايزينه هنعمله. اولا الغاء الحمايه عن مصر، الله جميل. 2 الاستقلال لمصر، الله تحفه. 3 الغاء الاحكام العرفيه. ايه ده؟ هو مش ده اللي كان سعد زغلول كان عايزه؟ انا عملته لك اهو. الشعب يفرح، مش ده حاجه حلوه؟ قال له بس بشرط، هو مش شرط واحد، هو 4 شروط. 4 شروط ليه؟ حرام عليكم. قال لك ايه؟ يبقى كده النص اهي. اولا الغاء الحمايه البريطانيه عن مصر. ثالثا الغاء الاحكام العرفيه. ثالثا الاستقلال التام او الموت الزؤام. قال لك هنا انا عندي تحفظات، لو سمحت انا هنفذ لك اللي انت عايزه ولكن بشرط 2 3 4. 4 شروط. ايه هم الشروط بتاعتك؟ 1 تأمين المواصلات البريطانية في مصر. حاضر، امني زي ما انت عايز، مفيش مشكلة، ما عندناش مشكلة، دي سهلة، هتأمني مواصلاتك امنيها. طب 2 قال لك الاسخم والادال، هو ايه؟ الدفاع عن مصر ضد اي احتلال. نعم، هو احنا ما عندناش جيش؟ هو معلش انا عايز اسالك سؤال، هو انت متجوزه مصر عرف وانا ما اعرفش؟ هو انت عايز تدافع عنها ليه؟ ان شاء الله انت عايز تدافع عنها ضد اي احتلال؟ يعني لو فرنسا جت دلوقتي احنا ما نعرفش ندافع عن نفسنا؟ هي دي كانت حقيقه في الوقت ده، ولكن يعني ايه، لازم تبين الرجوله بتاعتك. تدافع عن نفسنا؟ قال لك احنا هندافع عنك. ما هي دي مش حلو، لان هي كده انجلترا بتشغل دماغها كده. انجلترا ما هيش طالعه منين؟ من مصر. هتسيب الجيش؟ انا سايب الجيش ده عشان خاطر لو حد جه يحتلك ادافع عنه. شوف بقى تشغيل الدماغ. يبقى كده الدفاع عن مصر ضد اي احتلال، انا مش عايز منك حاجه. طيب 3 قال لك حمايه الاجانب اللي موجودين في مصر والاقليات. طب ما احنا هنحميهم مفيش اي مشكله. قال لك لا يا باشا، انت ما انتش عارف تحمي نفسك اصلا. طيب رقم 4 يبقى الوضع كما هو عليه، اللي هو كان ايه؟ اللي هو الحكم الثنائي 1899. الحكم الثنائي يبقى زي ما هو، اللي هو كان في السودان يبقى زي ما هو. دي تحفظاتك ال4. قال لك هي التحفظات ما فيهاش مشكله، بس انت فاهم مشكله، انت عايز تخرج ولا مش عايز تخرج يا انجلترا؟ شفت انت لما يكون بقول لك انا معايا القلم ده، خده يا علي، خد يا علي، خده يا علي، يا علي خد القلم، مش راضي يجيلك، بتديهولك من غير نفس. هو ده كان كده. انا بص هخرج بس مش خارج بس. قال لك بقى تعال نشوف، احنا هنوافق اكيد غصب عننا. النتائج هنا ايه اللي هيحصل بقى؟ عد بقى معايا. قال لك المصريين هنا انا عندي 3 نتائج مهمين. اول حاجه ملهاش اي علاقه باللي هيحصل دلوقتي. اول حاجه نتائج التصريح، اولا اعلان السلطان فؤاد نفسه ملكا على مصر. الحمد لله انت راجل محترم، يعني انت اعلنت نفسك حاكم على مصر. اخر واحد كنا عارفينه كان ايام محمد فريد، كان اسمه ايه؟ عباس حلمي الثاني. طب ما انا ما سمعتش عن فؤاد، لسه جاي جديد، استنى بقى. يبقى كده اعلن السلطان فؤاد نفسه ملكا على مصر في عهد فؤاد. ثم رقم 2 اعيدت وزاره الخارجيه مرة أخرى. يبقى الوزارة رجعوها تاني أهو، بعد ما كانت الوزارة اتشالت وما عينوش حد. رقم 3 ودي الأهم بقى، قال لك تشكيل وزارة عبد الخالق ثروت. عبد الخالق ثروت ده اللي هو رئيس الوزارة. قال لك شكل لجنة ثروت، لجنة مكونة من 30 عضو. اللجنة دي كانت بتعمل ايه؟ قال لك اللجنة دي كانت بتناقش حاجة اسمها دستور 1923. استنى بقى يا استاذ، دلوقتي انا مش عايز دماغي تروح مني. هو انتوا عايزين تعملوا دستور جديد؟ ما احنا بنطالب بدستور. الدستور ده احنا بنطالب بيه من ايام هناك مصطفى كامل لما كان بيطالب بالدستور. هنعمل دستور جديد. الدستور ده للاسف له ايجابيات وله سلبيات. ايجابياته ايه وسلبيات؟ طب ماشي، تعالى كده نكتبه هنا. الايجابيات بتاع الدستور دي بتقول اولا انهاء الحكم المطلق. مش الحاكم كان بيحكم يفضل يحكم لحد ما يموت؟ ايه اللي بيحصل بقى دلوقتي؟ فقال لك لا، ما عادش ينفعنا الحاجه دي. يبقى اولا
الغاء الحكم المطلق اللي كان موجود في مصر، يبقى هيلغوه. طب ثانيا ودي الاهم، هنعمل حريه ومساواه ما بين جميع طوائف المجتمع، هنعمل مساواه ما بينهم. ثالثا الحريه، يبقى دول الثلاث حاجات، الحريه العامه. فبالتالي انا عندي ثلاث حاجات مهمين، يبقى الاولى الغاء الحكم المطلق، ما عادش حد هيفضل يحتل، ما عادش حد هيفضل موجود في مصر لحد ما ايه، لحد ما يموت. اللهم صل على النبي. الملك كان بيملك في ايده، الملك اهو كان بيملك في ايده سلطتين، تنفيذيه تشريعيه. قال لك بجوار التنفيذيه والتشريعيه راحوا ادوا في ايده حل البرلمان، سلطه حل البرلمان. يلا بقى نكمل. ايجابيات الدستور 3: الغاء الحكم المطلق الغاء الحكم المطلق. 2: ركز معايا، المساواه ما بين الشعب المصري او جميع الطوائف من الشعب المصري. ثالثا قال لك الحريه العامه. فدي ايجابيات. طب السلبيات ايه يا استاذ؟ قال لك ان الملك هنا كان بيملك في ايده سلطتين، تنفيذيه وتشريعيه، فاحنا رحنا ادينا له سلطه جديده وهي سلطه حل البرلمان. مين هو البرلمان؟ البرلمان ده اللي هو مجلس الشعب. مجلس الشعب ده اللي هو مجلس اللي بقى موجود عشان يعمل القوانين اللي موجوده، اللي هو يسن القوانين. فالملك دلوقتي او الرئيس لو مش عاجبه مجلس الشعب يحله، انا مش عايزه. طيب مجلس الشعب ده اهو، ركز مع بعض، اللي هو مجلس النواب. خلاص، قال لك مجلس النواب ده هو اللي مسؤول. لو انا دلوقتي الرئيس اللي موجود قدامي ده اهو مش عاجبني، مش بروح مجلس الشعب عشان اناقش اللي بيحصل، مجلس الشعب لو وافق نشيل الرئيس. طب ما دلوقتي في هنا حاجه يا ناصح يا ابن الناصحه، مش انا دلوقتي لو عاوز اشيل الرئيس اللي موجود، الملك نفسه هيعمل ايه؟ هيشيل البرلمان خالص، هيشيل المجلس. ما هو البرلمان ده هو الايه؟ المجلس، هيشيله. فبالتالي انا اديته سلطه في ايده، سلطه عاليه اعلى من اللي كانت موجوده. يبقى دي ايجابيه ولا سلبيه؟ دي سلبيه. فدي مشكله. كده احنا وقفنا عند نص الدرس. الحصه الجايه هنكمل، عندنا معاهده. والله درس تحفه والله جميل.